شلون تقدر تضبط ايمك وتسوي ايمك قوي حالك حال اللاعبين المحترفين. ادري بيك انصدمت، بسيط دا يحكي على ايم ويحكي على الحساسية، ما معقول. لا شوف صديقي، اول شي تختار السكوب اللي تريده، مثلا 6 مثلا 3 مثلا 4. حلو. لنفترض انه انا اريد اقوي ايمي بمن بالسكوب ال4. اجي من هاي المسافة، حلو، هنا انا وقفت على مود اضبط حساسيتي وايمي. ارمي، اذا كان الايم مالتي كله هيدات فراح ارجع مسافة ابعد قبل ما العب بالحساسية ولا اوصل للحساسية. مثلا من هاي المسافة ايمي هم كليته هيدات، ارجع المسافة ابعد. حلو. هنا انا مثلا اجيت هم رميت ايمي كليته هيدات، ارجع بعد، ابقى ارجع شوية لما شنو انه اشوف ايمي بمرحلة معينة. مثلا لنفترض انا ايمي حتى من مكان بعيد، هاي المسافة الايم مالتي مو زين، قام يرقص. شو اسوي؟ اروح اضبط الحساسية. مثلا ضبطت الحساسية من هاي المسافة، حلو، ارجع بعد يعني مسافة اكثر وابعد على مود شنو انه تضبط الحساسية مالتك او تضبط الايم مالتك. مثلا وصلت لهنا، حلو، وهم رحت سويت جربت وايمك كان مو زين، حلو، تروح تدخل على الحساسية شوية بالحساسية مال سكوب ال4، تحرك بيها تصعد تنزل. بس مو تجيني يا صديقي هنا وترمي لي 4 5 طلقات وتجي وحدة هيد وتقول لي هاني حساسيتي قوية. لا، هذا ترى مو ايم، اي واحد يقدر يسويها. فاجي انا مثلا اللي هنا ورميت قدرت تضبط الحساسية مالتك هيدات. اللي هنا خلصنا من الخطوة الاولى. الخطوة الثانية شنو يا صديقي؟ مثلا هسه انت تريد تضبط حساسيتك من تسحب، يعني من تفتح سكوب. شو تسوي؟ مثلا اجي افتح سكوب هنا واسحب ايمي، اقدر اوديه على الدمية على مود ادمجها لو لا؟ يعني ابقى مثلا، او خلينا نقول هيك، ترمي على هاي الاولى، ترمي على الثانية، ترمي على الثالثة، تجي ترمي على الرابعة. ايمك دا يجي بيها لو انه يحتاج لك تضبط الحساسية بعد مال سكوب ال4 على مود شنو تضبط الايم مالتك قوي. الشغلة الثالثة، شوف صديقي، الشغلة الثالثة مثلا انت دا ترمي هنا، حلو، مباشرة تقدر تحول ترمي على هاي الشخصية وتجيب ايمك بيها لو ما تقدر. ورأسا هم حركة سريعة تحول على هاي، حركة سريعة تحول على هاي، حركة سريعة تحول على هاي، على مود شنو تقدر تضبط حساسيتك وتضبط فتحة السكوب مالتك. لان تعرف انت دائما ما انا اجي اوقف لهنا وتعال خل اعطيك اقوى حساسية وارمي لي 4 طلقات 5 وبالنهاية راح يكون الايم مالتي مدري شلونه. حلو. طبعا انا ما جاي اريد اسيطر على ايمي او شي، بس دا اعلمك شلون تضبط ايمك، لان هواية دا يدورون ويعانون من هاي المشكلة. طبعا واكيد قلت ذاك اليوم انه اذا تريد تضبط حساسيتك فحاول تضبطها بالسكار. انا ليش يكون ايمي بالام4 قوي؟ لان انا استخدم الرقاصة، استخدم السكار باوع الايم مالتها. حلو. انت تخيل اذا ضبطت ايم السكار راح تضبط ايم الام4، لان هن تلقائيا نفس السلاح. حلو. ومثل ما قلت لك اذا ردت تضبط الايم مالتك فسوي هاي السوالف. عوفنا من هذا اللي يجيك. تعرف ليش انت تحس ايمك مو قوي؟ شوف صديقي، انت هنا مركز على هدف صغير اللي هو هذا الهيد شات، حلو، فمن تجي ترمي تريد كل تركيزك على اليمن على الهيد، فايش راح تحس؟ راح تحس الايم مالتك مو قوي. بس تعال جرب لي هيك، شوف راح تشوف انه انت عندك ايم اسطوري. بس المشكلة انه انت هنا شو مسوي؟ مركز بس على الهيد مال الشخصية، ما مركز عليها كلها. فهنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك انه كل ما تروح وتضبط الحساسية مالتك راح يصير عندك غلط، كل ما تضبط الحساسية راح يصير عندك غلط. فمثل ما قلت لك الخطوة الأولى إنه تتعلم ترجع مسافة، إذا كان ايمك زين ترجع مسافة أبعد من عدها، إذا كان ايمك زين ترجع مسافة أبعد من عدها، وتتدرب على سالفة السحب. يعني مثلا تفتح سكوب هيك وتسحب عليه من الايم على الدمية. مثلا أنا جاي هسه دا أرمي وين؟ هنا، حلو، افر ايمي اشوف انه ايش قد اللي المسافة اللي اقدر اسيطر بيها. مثلا رميت هنا ارجع افتر مباشرة على هاي. اتمنى استفاديت شي، وادري مصدومين. بسيط اللي يحكي على جماعة الحساسية جاي يعلمك شلون تضبط ايمك. فاتمنى استفاديتوا شي، واذا استفاديتوا شي خلوا لي لايك ومتابعة وبكيفكم بعد.